واش كتشوفوا معايا شنو واقع في هاد الايام؟ الاسعار طالعه، القدره الشرائيه ضعيفه، والمواطن البسيط ولا كيقلب غير كيفاش يدبر مصاريف الدار. ولكن وسط هاد الضغط كامل خرج وزير الداخليه عبد الوفي الفتيت بقرار جديد قلب النقاش كامل في المغرب. الفتيت رجل المواقف الصعبه، قاهر السماسره وصحاب كروش الحرام كما كتشوفوا في الصوره المصغره، بملامح الثقه والهيبه. دخل مباشره في اجواء العيد باش يحاول يخلي حتى المواطن البسيط يقدر يشري اضحيه العيد بلا فوضى وبلا استغلال. قرار مفاجئ جا قبل عيد الاضحى وخلى بزاف ديال الناس كيتسائلوا واش الدوله فعلا غادي توقف مع المواطن ولا غير محاوله باش يتم السيطره على الاسواق قبل ما تشعل الاسعار اكثر. هذا الموضوع اليوم غادي نهضروا فيه بالتفصيل، وغادي نكشفوا شنو وقع بالضبط، شنو هي التعليمات الجديده، شكون غادي يتضرر وشكون غادي يستافد، وعلاش هذا القرار دار ضجه كبيره في السوشيال ميديا والاسواق المغربيه. وخليك معايا حتى الاخر حيت كاينه نقطه خطيره بزاف الناس ما انتبهوش ليها، وقد تكون هي السبب الحقيقي وراء هذه التحركات المفاجئه. في البدايه وزير الداخليه عبد الوفي الفتيت وجه دوريه رسميه للولاة والعمال ورؤساء الجماعات كيهضر فيها على الطريقه اللي خاص تنظم بها اسواق الماشيه قبل عيد الاضحى. الدوريه جات في واحد التوقيت حساس بزاف، خصوصا بعد ما بدات الاسواق كتعرف حركه كبيره ديال البيع والشراء، والناس بدات كتقلب على الحولي المناسب قبل ما ترتفع الاثمنه اكثر. حسب المعطيات اللي خرجت، يعني ببساطة الناس اللي كيدخلوا يبيعوا أو يشريوا الماشية ما غاديش يخلصوا الرسوم اللي كانت كتفرضها بعض الجماعات والأسواق. وهنا بدا النقاش الكبير. كاين اللي قال هذا القرار ممتاز وغادي يخفف الضغط على الكسابة والمواطنين، وكاين اللي قال بأن هذا الشيء مجرد حل مؤقت وما غاديش يبدل والو في الأثمان المرتفعة. ولكن السؤال الحقيقي اللي كيطرح راسو، علاش الفتيت اختار هذا التوقيت بالضبط؟ وعلاش الدولة تحركت دابا بطريقة سريعة؟ الجواب ممكن نفهموه إلا شفنا شنو واقع في الأسواق المغربية هاد الأيام. الطلب على الأضاحي بدا كيطلع بشكل كبير، والكسابة بداو كيدخلوا للأسواق بأعداد كثيرة، وفي نفس الوقت كاين تخوف من المضاربة والسماسرة اللي كيستغلوا الوضع باش يطلعوا الثمن على المواطن البسيط. وهذا الشيء اللي خلى وزارة الداخلية تدخل بخطة استباقية باش تحاول تنظم الأسواق وتمنع الفوضى قبل ما يخرج الوضع على السيطرة، لأن أي خلل بسيط في هذه المرحلة يقدر يشعل الأسعار أكثر ويخلق غضب شعبي كبير، خصوصا أن المغاربة كيشوفوا عيد الأضحى مناسبة دينية واجتماعية مهمة بزاف. دابا تخيل معايا واحد المواطن بسيط خدام غير بمدخول محدود كيتسنى العيد باش يفرح ولادو، ولكن ملي كيمشي للسوق كيلقى الثمن نار، أكيد غادي يحس بالإحباط. ولهذا بزاف ديال الناس شافوا في هذا القرار محاولة من الدولة باش توقف شوية مع المواطن وتخفف الضغط النفسي والمالي عليه. ومن بين الأمور المهمة اللي جات في الدورية أن الفتيت طلب من السلطات المحلية تسهل عملية ولوج المواطنين للأسواق وتوفر الظروف المناسبة للبيع والشراء مع احترام شروط السلامة. يعني الهدف الرسمي هو أن الأسواق تخدم بشكل منظم وبدون مشاكل. ولكن بطبيعة الحال المغاربة ما كيسكتوش، والسوشيال ميديا تشعلت مباشرة بالتعليقات. كاين اللي مدح القرار وقال هذه أول مرة كنشوفوا تدخل مباشر باش يتم محاربة الاستغلال. وكاين اللي قال المشكل ماشي في واجبات الدخول، المشكل الحقيقي هو السماسرة والاحتكار. وهذا الرأي الثاني عنده جزء كبير من الصحة، لأن حتى إلا تحيدت بعض الرسوم، إلا بقى السمسار كيشري بأثمنة منخفضة ويعاود يبيع للمواطن بثمن مضاعف، المواطن غادي يبقى هو الخاسر الأكبر. ومن هنا كيبان بأن المعركة الحقيقية ماشي غير تنظيم الأسواق، ولكن كذلك مراقبة المضاربة والاحتكار اللي كيأثروا بشكل مباشر على الثمن النهائي ديال الأضحية. كاين حتى اللي ربط هذا القرار بالوضع الاقتصادي العام اللي كيعرفوا المغرب، حيث العالم كامل عايش ضغط اقتصادي، والأسعار ديال الأعلاف والنقل وحتى المعيشة كاملة طالعة، وهذا الشيء أثر بشكل مباشر على قطاع الماشية. الكساب حتى هو كيشكي، كيقول بأنه كيعاني من مصاريف كبيرة باش يربي الحولي، من الأعلاف، الماء، التنقل، العلاج، يعني حتى هو باغي يربح شوية باش يعوض الخسائر ديالو. ولكن في النهاية كيدير ملايين المشاهدات في دقائق. ومن جهة أخرى بعض الناس بداو كيسولوا
واش هاد الإجراءات غادي تكون كافية فعلا ولا خاص تدخلات أقوى؟ حيت المواطن اليوم ما بقاش كيقلب غير على التنظيم، المواطن باغي يشوف انخفاض. ولكن اللي ما نختلفوش عليه هو أن عيد الأضحى بالنسبة للمغاربة ماشي غير مناسبة عادية. هاد العيد مرتبط بالعائلة، بالفرحة، بالأطفال وبالتقاليد المغربية اللي متجذرة في المجتمع. ولهذا أي تغيير أو أزمة مرتبطة بالأضحية كتولي قضية رأي عام مباشرة. تصور معايا أب عنده 2 ولا 3 ديال الوليدات، وكل عام كيحاول يدخل الفرحة للدار، ولكن في هاد السنوات الأخيرة ولا كيحسب 1000 حساب بسبب الغلاء. وهذا الشيء اللي خلى بزاف ديال المغاربة يتفاعلوا بقوة على أي قرار كيهم الأسواق والأسعار. ومن جهة أخرى كاين اللي كيقول بأن الحل الحقيقي خاص يكون بعيد المدى، بحال دعم الكسابة الصغار وتنظيم سلاسل التوزيع ومحاربة الاحتكار بشكل جذري، باش المواطن ما يبقاش كل عام عايش نفس الأزمة. وفعلا إلا بقينا غير في الحلول المؤقتة فكل عيد غادي نرجعوا لنفس النقاش: الأسعار، السماسرة، الغلاء والقدرة الشرائية. لكن السؤال اللي باقي مطروح بقوة: هل فعلا هذه الإجراءات غادي تنجح وتخلي الأسواق مستقرة قبل العيد؟ خصوصاً أن بعض التقارير كتقول بأن الإقبال على الشراء مازال ضعيف نسبياً، حيث بزاف ديال الأسر مازال مترددة بسبب الغلاء وكتسنى ربما انخفاض في الثمن مع اقتراب العيد. وفي نفس الوقت الكسابة حتى هما خايفين من ضعف الطلب، لأن أي تراجع في البيع ممكن يسبب لهم خسائر كبيرة. يعني حنا قدام معادلة صعيبة: المواطن باغي ثمن مناسب، والكساب باغي يربح، والدولة باغية تحافظ على الاستقرار. وهذا الشيء كامل كيخلي الأيام المقبلة حاسمة بزاف. قبل ما نختم بغيت نعرف الرأي ديالكم بصراحة. واش كتشوفوا قرار الفتيت خطوة إيجابية فعلا، ولا خاص إجراءات أقوى باش يتم التحكم في الأسعار ومحاربة السماسرة؟ وواش كتوقعوا أثمنة الأضاحي تنخفض مع اقتراب العيد؟ كتبوا لي آراءكم في التعليقات، حيث النقاش اليوم كيهم كل مغربي. وما تنسوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلكم آخر الأخبار والتحليلات ديال المغرب والعالم أول بأول. وخليو ديما عينكم مفتوحة، حيث كاين ملفات كتيرة مازال غادي تفجر مفاجآت كبيرة في الأيام الجاية.